اه اه اه. محمود، ايه يا حبيبي انت لسه تعبان؟ يا لهوي على السخونيه. طب اعمل ايه؟ اديتك علاج مرتين والسخونيه مش راضيه تنزل. يا لهوي، عموما انا كلمت ابوك، ربنا يجيبه بالسلامه يا رب، ربنا يجيبك بالسلامه يا حماد. سهام، تعالى يا حماد الحاج نشوف الواد يا حماد. ماله الولد؟ تعالى، السخونيه مش عايزه محمود. تنزل يا حماد. حود يا لهوي، دي جسمه ولع. السخونيه مش عايزه طب تنزل. معلش اديله بس اي دواء كده ان شاء الله باذن الله هيفك وهيروق. اديت له الدواء مرتين يا حماده والسخونيه مش عايزه تنزل، الواد لازم يكشف يا حماد. طب هو لسه واخد الدواء، نستنى بس كده اما الدواء يعمل مفعول شويه بس كده، مش تتخضي. يا حماده مش هيعمل حاجه يا حماده، الواد لازم يكشف. انا اديت له الدواء من بدري يا حماده ومش عامل حاجه معاه. طب هعمل ايه يا دي؟ يلا واضح حكمته، ما تشيلنيش الهم. مش كل ما اقول لك حاجه تسددها في وشي، مش معايا هجيب منين؟ والله يا أعمل إيه حماده انا طيب؟ عارفه انا مش عايزه اشيلك الهم، بس هنعمل ايه؟ اتصرف يا حماد. طب هعمل ايه طيب؟ هروح لمين دلوقتي واقول لي مين الدين؟ والله العظيم ما في جيبي جنيه. انزل لاخوك يا حماد. اخويا؟ معاه فلوس وهيديك يا حماد. اتكسف يا سهام. يكسف اطلب اخوك منه الكبير فلوس. يا حماده، ربنا يخليكوا لبعض، وهيقول لك ايه يا حماده؟ هو معاه فلوس. ميل على اخوك، هتميل على مين يعني؟ انت شايفه كده؟ ايوه يلا يا حماده بسرعه الله يخليك. ماشي ماشي يابا، هوصله كده، هو مش هيقول حاجه، هوصله ماشي. واجي على طول. حبيبي يا ابني، بابا هينزل يجيب فلوس من عمه ونروح نكشف عليك يا حبيبي. مين؟ انا يا مرات اخويا. السلام كده؟ عليكم، ازيك يا نور؟ تعالى يا حماده، اقف بعيد لي كده، اخوك هنا. تعالى اخويا انا. تعالى يابا. طب الحاجيني بيه، الله يسترها معاك. ايه يا حماده انت لابس هدوم الورشه، في ايه خير؟ ورشه بس انا قفلت الورشه والله العظيم وجيت على ملا وشي. سهام اتصلت بيا، الواد محمود بتقول لي محمود ابنك تعبان شويه سخونيه. قلت شويه سخونيه طبيعي زي العيال. لقيت الواد جسمه مولع يا نور. عملت له كمادات واديت الدواء مرتين مفيش اي فايده برضه. يا ساتر يا رب، والله العظيم يا حماده ما نعرف ان محمود ابنك تعبان. معلش يابا، عارف ان انت فيك الخير والله، بس انا محتاج اكشف على الولد ومش عارف اعمل ايه يا نور. يابا لازم تكشف عليه. طب هندهلك اخوك يابا. والله يبارك لك يا علي تعالى، ابن اخوك يا تعبان. رب. يا رب دبرها من عندك يا رب. يا حماد. ايه يا اخويا؟ حبيبي يا اخويا. حبيبي ايه في ايه يا مالك؟ اخويا على الله يسترها معاك. ماله الولا في ايه؟ الواد ابني تعبان والله، سبت الورشه وجيت على ملا وش الواد تعبان. قلت شويه سخونيه عادي، لقيت الواد مولع. طب امه ما ادتلوش دواء ليه ولا عملت له كمادات ليه؟ خد والله يا اخويا، خد الدواء مرتين مفيش نتيجه برضه، السخونيه مش عايزه تنزل خالص. طب ما خدتوش ورحت كشفت عليه ليه؟ ما انا عايز اروح اكشف عليه والله يا اخويا، بس ده اللي يعني وايه اللي معطلك؟ ده اللي انا جاي لك عشانه بامانه يا اخويا. والله العظيم مش معايا جنيه في جيبي، والواد لازم يكشف، الواد هيروح مني. مش عارف اعمل ايه. قلت اميل على اخويا الكبير ده، حتى سهام مراته والله قالت لي انزل مايل على اخوك، مش هيقول لك حاجه. انا والله يا حماده انا كان عينيا ليك، انا ما اقدرش اتاخر عنك، بس الدنيا ملزمه مع الكل يا حماده. انا بيتي حتى فاضي وتلاجتي فاضيه والمطبخ ما فيش اكل ولا في اي حاجه يا حماده، اللي جاي على قد اللي رايح ومش مجد كمان. طب بس اصبر كده، يعني يوم كده ولا حاجه وانا هتصرف. لا هتصرف من اي حد كده. في انت الخير وبركه اخويا، الله يسترها معاك. يومين ايه؟ انا بقول لك الواد تعبان ولازم يكشف. الله يعينك برضه على حالك. طب بقول لك ادعي لي بالله عليك. ان شاء الله. انا مش عارف اعمل ايه. انا هوصل 2 3 كده في البلد اصحاب، انا عارف ان هم مش معاهم، بس يبقى عملت اللي عليا. ادعي لي والنبي اخو ربنا يوفقك. ربنا أنا هنزل يوفقك إن كده شاء هشوف، الله. يمكن يكون معاهم فلوس هجيب منهم، مش هيتاخروا. ان شاء الله. طب بقول لك ايه، انا قلبي واكلنا على الولد وطمنا عليه يا حماد. يا اخويا لو في اي حاجه هكلمك. ما الله يبارك لك يا تنساش. اخويا، الله يبارك لك. ماشي عايز حبيبي. حاجه؟ ماشي. مع السلامه يا مع اخويا. السلامه، خلي بالك من نفسك مع حبيبي. السلامه. روح يا عم، عايزني اسلفه فلوس علشان ما يرجعهاش. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله الله الله. إيه يا نور رايحه فين؟ وايه الشنطه اللي في ايدك دي؟ راح عند ابويا. راح عند ابوكي؟ راح عند ابوك تعملي ايه؟ عشان انت مش ليك خير لاخوك اللي من دمك، هيبقى ليك خير فيا يعني. الله يا بنت، وانت عايزاني اسلفه فلوس وما رجعهاش؟ ما رجعهاش. اه. لا اله الا الله، عيب اللي انت بتقوله ده اخوك، ده من دمك. اخوك لما احتاج فلوس يجيلك انت، عشان انت اخوه ظهره وسنده. هيروح يخبط على باب مين دلوقتي؟ يقف على باب الناس الغرب يستلف منهم واخوه مش راضي يديله؟ ليه بتعمل كده يا شيخ؟ مش في قلبك رحمه؟ ده بقول لك ابني تعبان عايز فلوس اروح اكشف عليه. بقى لو ابنك تعبان وانت مش موجود، حماده مش هياخده ويروح يكشف عليه؟ بصراحه يا نوره انا ما رضيتش حتى اديله فلوس عشان خاطرك وعشان ما تزعليش مني. ما ازعلش. اه. ابا مش بنت اصول على فكره. لما اخوك يجي لك يقف لك على الباب ومش تديله فلوس عشان خاطر مراتك خايف منها ولا زعلان عليها، يبقى مراتك مش بنت اصول. ليه بتعمل كده؟ حسب الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. زي ما كسرت بخاطر اخوك ربنا هيكسر بخاطرك. انا رايحه عند ابويا ومش تجيلي غير لما يبقى ليك خير في اللي منك.